ازيكم يا جماعة واهلا بيكم في فيديو جديد، ومعاكم مهندسة شاهيناز. النهاردة ان شاء الله هكلمكم عن التراكس اللي سيسكو غيرتها في المناهج الجديدة بتاعتها. سيسكو قالوا من فترة ان هما كل شهر 2 وشهر 4 او من شهر 2 لشهر 4 هيبتدوا يعملوا يعني مراجعات للكورسات بتاعتهم، علشان لو في اي مناهج محتاجة اي updating يبقى هم عاملين حسابهم يعني. فالكورسات اللي الناس قلقان عليها جدا وبعتولي بخصوصها هي كورسات ال CCNA وال CCNP Enterprise، لان دول اكتر تراكات الناس بتذاكرها واكتر تراكات الناس بتمتحن عليها طول الوقت. فقلت اعمل لكم الفيديو ده عشان تبقوا عارفين اللي بيحضروا للامتحان بتاعهم يا ترى هيذاكروا هيكملوا مذاكرة على المنهج القديم ولا هيذاكروا المنهج الجديد. وخاصة ان سيسكو قالت بالنسبة للامتحانات الجديدة فهي هتبدأ ان شاء الله في شهر 9 اللي جاي، فعايزين نعرف يا ترى ايه مصير اللي بيذاكر في المناهج القديمة وايه التغيرات اللي حصلت بالظبط على تراكس ال CCNA وال CCNP. التراكات كمان اللي هتكلم عنها في السي سي ان بي بالذات هما تراكات الانكور والانارسي، لان دي هي تراكات برضو الشهيرة جدا واللي بتديك شهادة السي سي ان بي انتربرايز على طول يعني. فتعالوا الاول كده نبدأ بالكلام عن السي سي ان بي تراك الانكور. الانكور يا جماعة كان رقم الامتحان بتاعه هو 350 401 زي ما احنا شايفين كده مع بعض، وهو ستيل زي ما هو بنفس رقم الامتحان ده ما اتغيرش. تمام. طيب بالنسبة للتوبكس بقى نفسها، دلوقتي يا جماعة امتحان الانكور كان بيتكلم في 6 اكزام توبكس. طب الستة اكزام توبكس دول قالك هما لسه 6، طب ايه اللي حصل جديد؟ تعالوا كده نستعرضهم واحدة واحدة. اولا بالنسبة للتراك توبيك الاركيتكتشر. الاركيتكتشر يا جماعة كان واخد 15% من الامتحان، وزي ما احنا شايفين مع بعض كده ان هو اتضاف نقطة اسمها الكلاينت دنسيتي في الجزء بتاع الوايرلس. ده نقطة صغيرة عن الكلاينت دنسيتي، ودي كانت من الحاجات اللي بتتقال طبيعي في الوايرلس ديزاين، فحاجة مش مقلقة خالص ان هو يضيفها بشكل خاص في المنهج بتاعه. بالنسبة للنقطة التانية وهي الفيرتشواليزيشن، ودي كان عليها 10% من الامتحان، دي محصلش فيها تغييرات خالص. بالنسبة للنقطة الثالثة وهي الانفراستراكشر، ودي كان عليها 30% من التوبكس بتاعة الامتحان، وهنا هو ضاف جزء صغير كتب فيه describe policy based routing. البوليسي بيزد راوتنج كده كده كنت بتاخدها جزء عملي في نهاية الكورس، بس هو هنا ابتدى يتكلم عنها بشكل خاص وقال لك ايه نوصف البوليسي بيزد راوتنج، وكنت كمان بتاخدها في الانرسي جزء عملي محترم يعني، فقال انك تعرف عنها برضو هنا في التراك ده. فلو انت دارس السي سي ان بي كامله كده كده عدى عليك البوليسي بيزد راوتنج، فلو جالك منها سؤال ولا حاجه وانت بتمتحن كنت هتلاقي نفسك عارف تحله ومفيش اي مشكله. بعد كده في نفس الجزء بس في جزئية الوايرلس قالك describe wireless segmentation with groups profiles and tags. ده جزء كان موجود في الوايرلس لان كنترولر كنا بنعدي عليه، لا هو دلوقتي قالوا يعني مخصوص لازم يتقال، يعني ما بقاش باختيار المحاضر حد يقوله حد ما يقولوش، لا بقى لازم ان هو يتقال. بعد كده دخل في الجزء بتاع النتورك اشورنس، وده عليه 10% من توبكس الامتحان. ده الجزء ده ما فيهوش اي تغييرات او اي اضافات خالص. بعد كده الجزء بتاع السكيورتي وده عليه 20%. في الجزء بالذات بتاع الوايرلس سكيورتي ضاف الجزء بتاع الاي او ال او اللي هو الفور واي هاند شيك. بعد كده يا جماعه في الجزء السادس وهو جزء الاوتوميشن، ده لا جديد فيه خالص خالص. فكده يا جماعه تقدروا تقولوا ان اجزاء بسيطه جدا اللي انا عامله لكم عليها الهايلايت دي بس هي اللي اتضافت في المنهج الجديد، فما فيش جزء كبير خالص اتضاف ولا فيه اي حاجه مقلقه بالنسبه لتراك الانكور. فحتى اللي بيذاكر على التراك القديم مفيش اي مشكله، عايز يمتحن دلوقتي اوكي، عايز يستنى بعد شهر 9 اوكي، يعني يذاكر براحته جدا بالسرعه اللي تعجبه ويدخل امتحانه على الكورس اللي هو مذاكره او الكورس اللي هو واخده من غير اي مشكله خالص. مفيش اي حاجه تخوف نهائي في التغيرات اللي حصلت في الانكور. طب بالنسبه للانارسي، الانارسي يا جماعه كانت عبارة عن 4 توبيك. ال4 توبيك لسه برضو هما نفس ال4 توبيك،
بالنسبة لأول توبيك فيهم خالص وهو الجزء بتاع اللاير 3 technologies، ده هو راح على الجزئية اللي كانت بتقول trouble shooting EIGRP، وزي ما احنا شايفين ضاف بس الجزء بتاع ال VRF والجلوبال، دول بس اللي اتضافوا على الجزء بتاع ال EIGRP. طبيعي كنا بناخد في ال VRF لازم هنشغل راوتينج بروتوكول، وعادة كنا بنشغل ال EIGRP، فده جزء برضو مش هتلاقوه جديد خالص، بس هو ضافه بشكل خاص في المنهج. بالنسبة كمان بعد كده في الجزء بتاع ترابل شوتينج BGP، فده برضو ضاف الجزء بتاع ال VRF Lite واليونيكاست، دول برضو جزئين كده صغيرين هتلاقوا شايفين هم يعني مش نقطة، ده جزء من نقطة. بعد كده لو جينا بصينا في ال VPN Technologies هنلاقي مفيش جديد خالص. بالنسبة للجزء بتاع ال Infrastructure Security مفيش جديد خالص. بالنسبة للجزء بتاع ال Infrastructure Services مفيش جديد خالص. يعني في ال NRC كلها من أولها لآخرها ضاف الجزئيتين اللي أنا قلت لكم عليهم دول. فبرضو زي ما قلت لكم في الانكور، لو انت بتذاكر على المنهج اللي هو شغال اصلا بقاله دلوقتي 2-3 سنين، استمر زي ما انت في مذاكرتك، مفيش اي مشكله خالص ولا في اي حاجه تقلقك ولا تشغلك، انت استمر عادي جدا. وبرضو لو حابب تمتحن دلوقتي اوكي، حابب تمتحن بعد كده اوكي. طيب قبل ما اقول لكم على الجزء بتاع ال CCNA، احنا ان شاء الله يوم 16/6 هنبدا هنبدا الانكور، هنبدا كورس جديد CCNP اونلاين. اللي حابب ينضم يقدر ان هو يبعت لي مسج على الواتساب. الجزء ده بالنسبه للي احنا هناخد طبعا على المنهج الجديد، مش منهج يعني، بس هندرس المواضيع اللي هي موجوده دلوقتي الجديده اللي هي هيبتدي الشغل بيها في شهر 9 او يبتدي الامتحان عليها من شهر 9، اللي هو نفس المنهج اللي احنا شغالين عليه عادي جدا، مع البوينتس البسيطة جدا اللي احنا قلناها دلوقتي دي كلها. طيب هنبدأ ان شاء الله بالانكور الاول، بعد كده هناخد الانرسي، وانا عملت حساب الناس اللي بتشتغل، وان شاء الله الكورس بتاعنا ده هيبقى بس ايام جمعة وسبت الساعة 3-6، فمعاك بقية الاسبوع في شغلك عادي جدا جدا ان شاء الله. ويا رب كمان يكون مناسب للناس اللي هي بره مصر بالنسبة للتوقيت وفرق التوقيت. طب بالنسبة بقى لل CCNA، ايه الابديتس اللي حصلت على ال CCNA؟ فاحب افرحكم وابشركم واقول لكم انه ال CCNA no changes اصلا. CCNA زي ما انت بنفس امتحانك، مفيش اي مشكله خالص، تقدر تذاكر نفس المنهج اللي انت بتذاكره دلوقتي ومكمل معانا بقى لحد ما سيسكو تراجع تاني وتقول لنا ان كان اصلا هيحصل تغيرات ولا لا. انما لحد اللحظه اللي احنا فيها دي ولحد ما سيسكو تعمل ريفيو جديد السنه الجايه مفيش خالص اي تغيرات على منهج ال CCNA. يا رب يكون الفيديو ده مفيد بالنسبه لكم ويطمنكم وتقدروا تكملوا مذاكرتكم عادي خالص خالص. ولو حد عنده اي سؤال او اي استفسار يحطولي في كومنت تحت الفيديو، سواء انت بتشوف الفيديو ده على اليوتيوب او على الفيسبوك. ولو استفدت منه يا ريت تعمل لي لايك وتعمل لي سبسكرايب في الشانل وتعمل لايك كمان على الفيسبوك بيج بتاعتي. شكرا ليكم وجود لك.